السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كوكب النباتات. والنهاردة معانا أقوى محلول غذائي للجميع المزروعات، إذا كانت شتلة صغيرة أو كبيرة. السماد ده مكون من عنصرين بس، سماد من الآخر، يعني هيجيب من الآخر. السماد ده لو انت عملته النهاردة وحطيته على الزرع تطلع نتيجته بعد 24 ساعة. تشوف الزرع قدامك اتنقل من العمر بتاعه. يعني لو هينمو لمدة 10 أيام، لا، النمو ده ممكن تلاقيه في 24 ساعة. وأنا عملته فعلا وعجبني فعلا. هما مركبين اتنين وموجودين في أي بيت موجود فيه المركبين دول. والمركبين دول فيهم عناصر طبيعية جدا جدا، ومفهومش كيمياء ولا في أي حاجة. والزرع بيحب العنصرين دول عشان دول بينشطوا البكتيريا الموجودة في التربة. كل البكتيريا اللي موجودة حوالين الجذور من تحت هو بينشطها. العنصرين دولت مهمين جدا، وفيهم تركيبة فيتامينات ومغذيات للجذور بتاعت النبات كتيرة جدا. والنباتات اللي هي عمرها لسه صغير زي الشتلة وزي الحاجات دي كلها برضه مفيد لها جدا، لانه آمن للنبات. ما بيعملش، ملوش اثار جانبية نهائي. يعني ممكن نحطه بالليل وبالنهار، ونحطه في الحر ونحطه في الشتاء يعني. وحتى ممكن نرشه بالبخاخة لو عاوزين. العنصرين هما اللبن الحليب الطازج والرز الابيض. هم دولت العنصرين دولت فيهم كل العناصر الغذائية اللي هي موجودة. دي في الاتنين فيهم عناصر الزرع محتاجها، ودي عناصر طبيعية ما فيهاش كيمياء ولا فيها أي حاجة. نجيب 100 جرام رز و100 جرام لبن، مفيش غير كده. اللبن هنحط ال 100 جرام هنحط عليهم لتر مية، وهناخد ال 100 جرام رز ونصحنها في مصحنة الخلاط زي ما حضراتكم شايفين لحد ما تبقى بودرة بيضة. نحولها للنيشة، يعني كده هنحولها لنيشة خالص، تعفر زي ما انتم شايفينها في الطبق كده. هي كده اتحولت لنشا. الرز بقى في الصورة النشوية بتاعته اللي هي الطبيعية، يعني فتتنا الحبة وخليناها بودرة زي الدقيق بالظبط. هناخد دلوقتي ال 100 جرام رز المصحونة في الخلاط، ودي مكون طبيعي جدا جدا ما فيهوش اي حاجات خارجية كيمياء نهائي. وهناخد ال 100 جرام وهنجيب اناء بلاستيك، وهيبقى فيه حوالي 2 لتر ميه. وهو ده هيبقى ده تركيب السماد بتاعنا من ال2 لتر ميه زي ما انا حاطط كده. هنبدا الاول باللبن، اللبن الطازج الموجود في البيت. هم 100 جرام مش اكتر، يعني هي ماله كوبايه ما فيش غير، يعني شيء ما بيكلفش. وعندنا كوبايه الرز المصحون هننزل منها واحده واحده عشان ما تكلكعش في الميه. واحده واحده مع التقليب. هنتنينا نقلبه. كل ما احط معلقه هنتنينا اقلب لحد ما يبقى كله نسيج واحد. المية باللبن هتبقى نسيج واحد مع الرز المصحون في الشكل النشي. ده بقى كنز مغذيات وفيتامينات للزرع. اذا كانت زهور حط منها، هتلاقي لو انت حطيت منه النهارده هتلاقي النتيجة ب 24 ساعة، هتلاقي النتيجة حاجة تانية خالص. تلاقي وهيحافظ على النبات وهيقوي مناعة النبات ضد الحر وضد الآفات بالذات. يعني الحر الشديد اللي ساعات بيجي فجأة للنبات ده هيقوي النبات، هيخلي صورته الخضار بتاعه هيبقى خضار صافي، وهيبقى خضار مظبوط، لأنه خلاص خد كل العناصر اللي محتاجها، شربها شرب من التربة. لأن الفيتامينات أو المحاليل اللي هي اللي قدام حضراتكم دي فيتامينات ومحاليل فيها عناصر التربة الأصلية، اللي هي العناصر الموجودة في التربة. كده احنا عملنا المركب. طبعا احنا هنسيبه يتخمر شوية، يعني مش هنستخدمه على طول. قول هنسيبه كمان 6 ساعات بعد لما عملناه وصنعناه مظبوط، وجبنا المركبين واضفناهم على 2 لتر مية. سيبناهم 6 ساعات يتخمروا كده ويتظبطوا، وبعدين هنبدأ الري. هو كل مكان هنحط له هو بس كوباية واحدة، وشوف النتيجة. انت اعمل التركيبة دي وشوف النتيجة بكرة على اخر النهار، يعني 24 ساعة مفيش غيرهم. هم 24 ساعة وتشوف النتيجة. يعني البلاك بيري حتى القصب
ده قصب انا زارعه طبعا بالعقل، دي عقل قصب طبعا. فانا قلت انا لازم انا شفت نتيجته فعلا على الملوخيه قبل كده، فقلت لازم بقى اكرره، لازم اكرره. حتى شجره الكاري اهي هحط لها برضو لشجره الكاري، ده ما يسيبش طاره، السماد ده ما بيسيبش طاره. مكونات 10/10، والتربه بتحبها، التربه بتاعت الزرع بتحب السماد ده جدا جدا. دي شجره الكاري، لونها صافي وشكلها كويس. لو عنده اي حضراتكم زهور، دي شجرة الغار او ورق اللورو حسب ما كل الناس بتسميه. يا دوبك تحطه على التربة يتشربها على طول. حطيت ورويت بيه كويس كل اسبوع ماشي. لو انت عاوز تحط منه كل 3 ايام ماشي، لان هو ما بيضرش ولا التربة ولا النبات. حتى الشتلة الصغيرة اللي عندي دي شتلة بذور المورينج، دي الشتلة اما انا عملت لها استنبات وحولتها انا برويها طبعا بسرنجة صغيرة عشان قدها، مش عاوز اغرقها برضه، عشان هي كانت شاربة مية قبلها بحاجة بسيطة. فيا دوبك قدها ايه حاجة بسيطة برضه، بحيث ان هي ايه كمية المية ما تبقاش كتير عليه. ده نبات، دي شجر المورينج، كنت اعمل له الاستنبات، ولسه يا دوبك كنت ناقله امبارح، لسه يا دوبك اهو بعد الاستنبات. فانا بقى واخدها واحدة واحدة كده بالراحة، عشان ايه ما عمره لسه ضعيف، عمره لسه ضعيف. واحدة واحدة كده على ما يشد حيله وياخد يشوف الهواء ويشوف الشمس ويتعامل مع الطقس حواليه كده. ده طبعا ده ورق اللي حضراتكم شايفينه، الورق ده ورق البطاطا، شتلة البطاطا. وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة، وأتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.